يا بنات المكشكشه هي ب 450 جنيه في المحلات. تعالوا بصوا هنعملها ب 12 جنيه بواقي جلاش. تعالوا يلا بينا، يلا بينا يا بنات، يلا بينا حبايبي. سلام عليكم، ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ هعمل لكم بقى اكله معلش الاكله. هعمل لكم المكشكشه يا بنات اللي عامله ترند دلوقتي على اليوتيوب كله. هعملها لكم بكام يا غدوه هتعمليها؟ هعملها ب 15 جنيه بس. ليه يا غدوه تعمليها ب 15 جنيه؟ هقول لكم دلوقتي واحنا بنشتغل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم الاول. معانا ايه؟ سمنه على زيت. عايزه تعملي سمنه لوحديها براحتك اهو يا بنات. هندهن بس الصينيه. معانا بقى جلاش. لفه الجلاش دي بكام يا بنات؟ ب 12 جنيه ونص. ب 12 جنيه اهي. بصوا هنجيب ورقه كده. انا بغطيها، باخد واحده واحده كده ونغطيها ورقه كده ونحطها في الصينيه. بصوا يا بنات، لازم تبقى الحرف كده معمول كده علشان ايه؟ الحشوه اللي هنحطها ما نعدهاش. ودي تانية اهي برضو ورقتين كده يا بنات. دي بتتباع في المحلات ب 450 جنيه. انا عملتها بقى بكام؟ ب 15 جنيه. ازاي يا غدوه ب 15 جنيه بس؟ هقولك اهو يا بنات. انا عملت هو ده نص الجلاش ومغطيه الباقي. هنعمل بقى ايه يا بنات؟ الحشوه بتاعتها. ده كوبايتين حليب اهو، ومعانا ايه؟ معلقتين كاستر. عايزين تحطوا نشا يا بنات حطوا بدل الكاستر، بس هي معموله بالكاستر بس كده يا بنات. يبقى احنا ما كلفناش، ما عملناش ايه الا 450 ليه يا بنات؟ هي بس هي بتاع الجلاش نص كيلو جلاش ب 12 ونص. هنقلب كده كويس قبل ما نحطه على النار. بالنسبه للعسل يا بنات، عشان انا عاملاه في التلاجة عندي على طول، عشان طبعا احنا في رمضان. كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، وتحطوهم على النار ما تقلبهمش. اول ما يجي يغلوا كده تروح عصر عليهم ليمونه وباكو فانيليا بس كده يا بنات، وتسيبوهم يهدى كده وهو هيتقل. الشربات بتاع المكشكشه مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. هوريكم لما نيجي نرش اهي يا بنات. اهي الحشوه هي الكاستر عملناها على البوتاجاز. هنقلبه بقى كده، ياخد تقليبه كده وهنحطه وهو سخن. مش هنستنى عليه لما يبرد عشان ايه؟ ما يجمدش معانا يا بنات. اهو الكاستر هنا عملته، حطيت عليه معلقه سكر بودره اهو. هنسويها بقى كده يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبقى احلى من بتاعه المحلات كمان يا حبايبي. فاكرين يا بنات المروحه اللي كنا بنعملها في الكلاس؟ نعملها عشان ايه؟ نهوي بينا اهو. بصوا هي زيها كده بالظبط. هي دي بقى المكشكشه يا بنات اهي. هنلمها كده مع بعض، ما حطيناش فيها اي حاجه، لا سمنه ولا اي حاجه عليها عشان تتلف معانا. هنحطها كده بقى بالطول اهي يا بنات. بسم الله اهو يا حبايبي. ادي المكشكشه قفلناها اهو. معانا بقى السمنه هنحطها من فوق كده، عشان احنا طبعا ما حطيناش، احنا عملنا ايه؟ لفيناها على الفوق على الهواء من غير حاجه، المروحه اهو يا بنات. هنحطها بقى على درجه دي معلش يا بنات، وسخنوا الفرن قبل ما تحطوها علشان ايه؟ تاخد الصدمه بس كده. اي يا بنات طلعت من الفرن اهي. معانا هنا كوبايه حليب، حطيت عليها معلقتين لبن البودره ها. بصوا يا بنات هنحط هنا ايه؟ حبه عسل اللي انا عاملاه. هي كده سخنه، كل حاجه بارده معانا يا بنات. الحليب بارد والعسل بارد وهي سخنه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بتشربها ازاي. ومعانا بقى العسل. بسم الله. العسل لا خفيف ولا تقيل يا بنات.
زي ما قلت لكم كده ب 12 ونص. ورقة الجلاش عملت بيها مكشكشة. اي حاجة بقى عندكم يا بنات تزوقوا بيها، اي حاجة. بسم الله. بصوا يا بنات ده فستق انا مكسراه اهو، مش لازم فستق، اي حاجة عندكم حطوها. هي يا بنات وهي سخنة كده نغطيها شوية، هتطرى معانا شوية اهي. خليها بقى 5 دقايق كده وبعد كده نقطعها لما تبرد. اهو يا حبايبي اهو بردت شوية ونقطعها بقى. بسم الله بسم الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا بنات. اهي يا بنات اهي حبة حليب كده من فوق اهي. ادي ام 450 جنيه يا بنات اهي حبايبي. دي المكشكشه ب 450 جنيه في المحلات. احنا نعملها في البيت لعيالنا ونعملها حته كبيره كده اهوت. ممكن تعملوها في صينيه يا بنات ب 12 ونص. بس جبت ورق الجلاش والكاستر عندي والحليب عندي، ما كلفناش حاجه اللي هو بس الجلاش يا بنات. اعملوها لعيالكم كده بقى يا بنات ووفروا 450 جنيه. يلا يا بنات قولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، ويلا باي باي. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان.